فين الاهلي؟ فين الاهلي النهارده؟ قمه الاستهتار، قمه العشوائيه، تشكيل غلط، مليون في المية غلط. وللاسف التغييرات كمان بتزود الغلط مش بتعالج الغلط. رضا سليم احسن لاعب في الماتش النهارده بيتسحب. طب سايب امام عاشور ليه؟ سايب حسين الشحات اللي تايه في الماتش ليه؟ بتبدل مراكز اللعيبه. وايه تغيير الكهرباء بياسر ابراهيم؟ تغييره مش مفهومه. مفيش النهارده كوره بجنيه من الاهلي. استهتار ما بعده استهتار. فريق في المتناول، الاهلي يكسبه 3-4 مستريح جدا. لكن ازاي؟ نبدا الموسم باستهتار ونضيع بطوله. تحرقوا دم جمهوركم اللي سافر وراكم واللي راح ولف الملعب، والجمهور اللي في مصر وقاعد قدام الشاشات. الاهلي ده بيفرح ملايين. لازم اللعيبه تفهم كده. الموسم اللي فات خدنا كل البطولات، الموسم ده عايزين كل البطولات، مش هنكتفي بالموسم اللي فات. نفوق شويه، نفوق ونرجع تاني الاهلي. نرجع رجاله في الملعب، مش الاستهتار اللي شفناه النهارده والهرجله والعشوائيه اللي بتحصل. في ايه؟ كولر واقف النهارده تغييراته زفت. زفت. تبدا بلعيبه جديده لسه ما انسجمتش مع اللعيبه القديمه. ازاي؟ يا ريت نفوق شويه ونفكر في اللي جاي. عندنا بطولات مهمه جدا جدا لازم نركز فيها. مش هينفع فيها الاستهتار ولا ينفع فيها التهاون. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن، ونتمنى ان اللعيبه دي تفوق وتركز شويه وتفكها من العشوائيه وتفكها من الاستهتار اللي هي عايشه فيه النهارده. سلام.